السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو بتحبوا الكحك الخفيف يا جماعه يبقى الفيديو دوت ليكم. لو بتحبوا تاكلوا كحكايه كده ما تشرقكمش وما تقفش في زوركم وتحسوا ان انتوا في حاجه تقيله على قلبكم، يبقى الفيديو دوت ليكم. وطريقه الكحك ديت حلوه جدا جدا، سهله وخفيفه وظريفه. الفيديو بتاعي النهارده بسيط جدا، اتمنى ان انتوا تتابعوني وتحطوا لايك للفيديو وتعملوا شير لكل اصحابكم وحبايبكم. وهنبدا على طول بالمقادير. لما باجي اعمل بسكوت او اعمل كحك بفضل ان انا اجيب نوع دقيق كويس. معايا كيلو من دقيق الكحك او البسكوت، ومعايا هنا اهوت 600 جرام من السمنه بدرجه حراره المطبخ، 3 معالق كبار من السكر البودره، وكيس فانيليا، وهناخد معلقه كبيره من البيكنج باودر او الكيك شيف اللي تفضلوا. والحاجه بقى اللي هتميز الكحك بتاعي النهارده يا جماعه هي معلقه كبيره من الكاسترد. هنبتدي ان احنا نحط المكونات بتاعتنا كلها مع بعضها في العجان، او ممكن تستخدمي ايدك مفيش اي مشكله خالص، بس عشان انجاز للوقت يعني انا حبيت ان انا اجربه المره دي في العجان. ابتديت ان انا احط السمنه بدرجه حراره المطبخ زي ما انتوا شايفين كده، وضفت عليها كيلو الدقيق. لو حابه تنخليه انخليه مفيش مشكله خالص. وحطيت عليهم معلقه كبيره من الكاسترد و3 معالق السكر وكيس من الفانيليا. طيب ومعلقه كبيره كمان من البيكنج باودر. طيب انا هنا هوت ما ضفتش ريحه كحك ليه؟ انا عامه لما بحط ريحه كحك انا ما بحسلهاش بطعم. طيب ايه كمان اللي مختلف في الكحك بتاعي النهارده؟ ان احنا مش هنحط له سمسم. احنا ساعات لما بنجيب اي كحك من بره من محلات بتاعه الحلويات بنحس ان احنا مفيش طعم للسمسم خالص. فانا فضلت النهارده ان انا اعمل الكحك بتاع العيد تبقى وصفه خفيفه ومن غير ريحه كحك، وصدقوني مش هتحسوا باي فرق خالص خالص خالص. اول حاجه هبدا بيها بقى، انا طبعا شغلت العجان بالشكل دوت وهسيبها دقيقتين 3. هلاقي المكونات بتاعتي بجد ابتدت تمتزج مع بعضها، والدقيق هيبتدي ان هو يفرول معايا ويبقى عامل زي الرمله المبلوله. بس انا مش عايزاه زي الرمله المبلوله، انا عايزاه يعني ايه، يتبس كويس جدا 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 لحد ما امسك حته الدقيق كده في ايدي الاقيها طريه جدا 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 وعامله زي الملبن. انا طبعا هنا هو عليت السرعه بتاعه العجان، مجرد ما عدى معايا دقيقتين ونص او 3 دقايق لقيت العجين بتاعي بقى بالشكل ده. الدقيق اختفى تماما، السمنه اختفت، المقادير اللي انا حطيتها كلها اندمجت كلها مع بعضها، يعني تحس ان كل حاجه اندمجت كده. مسكت حته العجينه لقيت العجينه حلوه قوي في ايدي زي ما انتوا شايفين. انتوا متخيلين ان دوت الدقيق اللي كان عامل زي الرمل المبلول؟ كل ما تخدمي العجينه كويس كل ما هيطلع معاكي الناتج بتاعك كحك حلو جدا. طبعا تقدري تبسي بايدك زي ما انت عايزه، اهم حاجه ترجعي للقوام ده، توصلي للقوام دوت عشان يطلع معاكي الكحك ناعم وخفيف ومش هتبطلي اكل فيه. انا هنا مش هستخدم لبن، انا هستخدم ميه. بحب اشتغل جدا جدا الكحك بالميه، مش بحب اضيف خميره كمان، ولا بحب اضيف ان انا لبن. انا هكتفي بس بالميه. انا معايا هنا هو كوبايه ميه 200 ملي، مش هضيفها كلها، انا حطيت 3 ارباعها وهسيب الربع الاخير اشوف ايه اللي هيحصل معايا. طبعا الدقيق بتاع الكحك الخلطه دي كلها مهما هتحطي لها ميه هتقعد تشرب معاكي، مهما هتحطي ميه هتقعد تشرب معاكي. انا بقى بقولك ما تزوديش عن كوبايه الميه خالص عشان ما يقلبش معاكي بقرص. طريقه الكحك بتاعت النهارده مختلفه تماما عن الكحك اللي احنا بنعمله بالسمنه المغليه. فانا هنا هوت بقولك ملحوظه وخلي بالك منها، حاولي ان انت ما تزوديش ميه عن الكوبايه. طبعا انا هنا اختبرتها لقيتها معايا ابتدت تشقق، حاجه بسيطه خالص، وهبتدي ان انا انزل عليها بقيه كوبايه الميه. طيب انا بعد كده لما هاجي امسكها هلاقيها برضو بتشقق معايا. ما تستعجليش وتضيفي ميه بعد ما تخلصي الكوبايه، ما تستعجليش وتحطي ميه. لو مسكتي العجينه وابتديتي ان انتي تفضلي كده ايه يعني تخليها لينه شويه في ايديكي وتفضلي كده بايدك تعملي زي ما انا ما بعمل، هتلاقيها بقت معاكي حلوه وناعمه وطريه، وهتيجي بعد كده تشكلي هتلاقيها معاكي ما عملتش اي شقوق خالص. انا هنا كنت ضفت بقيه الكوبايه بتاعه الميه، فحسيت ان هي الشقوق اللي فيها ضعيفه خالص مش باينه، فقلت لا خلاص كده انا مش هزود ميه تاني لان انا عايزه الكحك
الكحك بتاعي يكون ناعم. ودوت شكل العجينه بعد ما حطينا كوبايه واحده من الميه. اوعي تتخضي من شكل العجينه وتقولي لا الكحك ده هيطلع مش حلو او الكحك دوت هيطلع ناشف. والله العظيم الكحك طلع معايا بيدوب دوب يا جماعه. الميه الكتيره او الحليب الكتير هو اللي بينشف الكحك. فاتمنى ان انتي تمشي بكل الخطوات اللي انا عملتها وهتطلع معاكي احلى نتيجه كحك عملتيها وهتجربيها. طبعا ناس كتيره قوي بتحب الكحك اللي على السخن وده بيبقى طعمه حلو جدا ومميز، بس احنا بنحب ايه نغير شويه. مش هنفضل طول عمرنا نعمل هو طريقه الكحك اللي احنا بنعملها كل سنه. طبعا انا هنا ما كانش عندي بصامه، فابتديت ان انا اجيب الشكل بتاع السابليه ده وهعمل بيه الشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هو طلع معايا كده فلقيته شكله حلو يعني شغال، فهكمله بالطريقه دي. طبعا لازم نجيب المنقاش ونعمل ننقش بقى كحكايه. بس هنا جبت كيس وابتديت ان انا اغطي العجينه عشان ما تنشفش معايا. بصي تمسكي العجينه كده في ايدك وتحاولي ان انتي تعملي لها ليونه كده بايدك، وبعد كده تدوريها وتدوسي عليها بخفه هتلاقيها معاكي زي الفل. هنبتدي بقى ان احنا ننقشها بالشكل ده. طبعا النقش بياخد وقت كبير فانا اقتصرت على نفسي الوقت وابتديت اعملها على طول بالقطاعه بتاعه السابليه اللي هي الشكل الاولاني اللي انتوا شايفينه يعني. بس طبعا لو انتي ما وراكيش حاجه تقدري ان انتي تنقشي وتعملي اللي انتي عايزاه كله. بصوا الشكل حلو ازاي. ويا ريت بقى تخلي الكحكايه صغننه خالص كده ما تبقاش كبيره، بيبقى شكلها حلو جدا 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 ويعني بتبقى على قد قطمه البق على طول. هنخلص بقى الكمية كلها بتاعت الكحك بتاعنا بتاع النهاردة. زي ما انتوا شايفين انا بعمل كده مساج شوية للعجينة في ايديا عشان تطرى معايا وابتدي اشكلها زي ما انا عايزة. تقدري تشكلي زي ما انت عايزة باي حاجة عندك، ما تقتصريش بس على المنقاش او البصامة. هنشغل الفرن بقى على درجة حرارة 180 وهنخلص الكمية بتاعتنا كلها زي ما انتوا شايفين كده، وهنبتدي ان احنا نسويها من تحت. لو ما خدتش معاكي لون من فوق تقدري ان انتي تشغلي الشواية عليها دقيقة او دقيقتين لحد ما تاخد معاكي اللون المناسب اللي انتي بتفضليه. طبعا هنا انا بقى خلصت الكمية كلها وطلعته، كانت ريحته حلوة جدا جدا جدا، ناعم يا جماعة وبيدوب. وعايزة اقول لكم ان هو كمان مش هيقف بقى في الزور زي الكحك اللي احنا بنعمله على السخن. زي ما تحبوا واللي تفضلوه اعملوه. عايزه اقول لكم ان الطريقه ديت تقدروا ان انتوا تعملوها برضو بالسمنه المغليه او السمنه المقدوحه، تقدروا تعملوا بيها مفيش اي مشكله خالص. بس لاغينا طبعا في العيد عن الكحك والبسكوت والبيتي فور. وديت بقى كانت الوصفه بتاعتي النهارده بتاعت الكحك. اتمنى ان انتوا تجربوه وانا واثقه متاكده ان هو هيعجبكم جدا جدا للناس اللي بتفضل الحاجات الخفيفه، الحاجات اللي هي تتاكل بسرعه كده ما يبقاش في منها اي قلق. خاصه ان احنا بعد رمضان المعده يعني بتبقى واخده على الصيام، فلما بناكل بقى الحاجات التقيله بتاعت العيد جيب مغص شويه. لكن انا واثقه ان الكحك ده مش هيعمل لكم اي حاجه خالص لانه خفيف، ما فيهوش ريحه كحك، ما فيهوش سمنه مقدوحه. بس كده اتمنى الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم، وتحطوا لي لايك وتعملوا شير مع كل اصحابكم وحبايبكم، وباي باي.